في خبر هز أركان الصحافة الرياضية، كشفت صحيفة ماركا إسبانية أن نادي الوداد الرياضي المغربي دخل في سباق التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو. ويبدو أن الدون لم يعد يركز في تدريبات النصر، إذ بات قلبه معلقا بشوارع كازا ومقاهي درب السلطان أكثر من ملاعب الدوري السعودي. بل إن تركيزه تأثر لدرجة أنه ضيع ركلة جزاء بعد لحظات من انتشار الإشاعة، وكأن مخيلته كانت مشغولة بتخيل نفسه يحتفل بهدف أمام الرجاء وسط أهازيج هودادية صاحبة. وإن تمت الصفقة الخيالية فلعلنا نرى رونالدو يشرب الشاي بالنعناع في استراحة التدريب ويلتقط صور سيلفي في الحي المحمدي وهو يكتب تحيا الوداد. أفا ساخرة. أفيا ترى جاء لمنافسة جديدة في كأس العالم للأندية أم ليسهر بعد المباراة في عين الذئاب؟ الله أعلم. مع أطيب التحيات، وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير. لا تنسوا متابعتي على قناتي في اليوتيوب من كل فن طاب.